الفطير المشلتت في الطاسة من ألذ مخبوزات الشتاء والسنة كلها كمان. الكل متفق على حبه كبير وصغير. هنعمل مع بعض الفطير المشلتت في الطاسة، وكمان 3 طرق للشلتتة من غير تعقيد، من غير ما تبقى سمنته كتير، وازاي ما يكونش مدهن، وكمان سر توريقة الطبقات وازاي تبقى مورقة كده زي ما انتوا شايفين. السر بسيط جدا. انا صباح مجدي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم اشعار بوصفات الجديدة، وما تنسوش اللايك وتعليقكم على الوصف. يلا بينا نقول بسم الله ونبدأ ونشوف احنا عملنا العظمة دي ازاي. معانا كيلو دقيق او من 4 ل5 كوبايات دقيق. معانا نص معلقة ملح ونص معلقة سكر، ومعانا مية بالعجن. احنا هنزود المية. انا اول كنت عاملة معيار كوبايتين، تمام؟ كوبايتين من اللي انا معايا بيهم الدقيق، تمام. وقعدت اقلب وادمج العجينة او اعجنها لحد ما تبقى ناعمة في ايدك. فانت هتنزلي بالمية تدريجيا لحد ما تحسي ان هو خلاص بقى كده العجينة ما عادش محتاجة، فهتنزلي بالمية تدريجيا وتعجني كويس. انا دوبك الكوبايتين لمولي الدقيق، لمولي العجينة بس، تمام. وزودت كمان نص كوباية تقريبا او كوباية كمان، قعدت اعجن بيها كويس. طبعا لو عندك عجان هيبقى رحمة عن كل الخطوة دي كلها، تمام. دلوقتي انا لميتها وكنت عايزة اكتفي على كده، بس ما لقيتهاش ناعمة، حسيتها لسه مخرزة. وعملت لها التست ده، حسيتها لسه ما بقتش تمام. في الوقت ده بقى لو ايدك بتلزق بليها مية، رشة دقيق زي ما انا رشيت على الرخامة كده، وبدأت اعجن في العجينة واروح واشد واجي وكده عشان تنعم معايا خالص. انا عايزاها ناعمة كأني هعملها العيش بالظبط. مش معيار، ملهاش معيار محدد، لان كل دقيق حسب ما بيستقبل قد ايه مية. وهنا بقى حسيت لحد ما هي نعمت وبقت تمام. رشة دقيق في الطبق، وحطيت العجينة وعملت لها التيست، لقيتها تمام، وغطيتها وسيبها ترتاح 15 دقيقة. هنا بقى احط سمنة وزيت وكيس بيكنج باودر ومعلقة دقيق ومعلقة نشا ومعلقة سكر، وهندمج كل ده مع بعض. دي بقى الطبقة او السائل او السمنة اللي احنا هندهن بيها العجينة او هنورق بيها العجينة. البيكنج باودر فايدته ان هو بيخلي العجينة تورق من جوه، بيخليها تورق جدا. اول ما تحطيها في الطاسة كده هتلاقيها انتفخت كلها كده وباين عليها خالص ان هي مورقة من جوه، تمام. هنا بقى هقرص الفطير او العجينة اللي معايا بالدقيق، بالزيت. هبل ايدي زيت وهبدأ اخبز وهدهن الرخامة كده وهبدأ افرد العجينة، تمام. وانا بفرد زي ما انتوا شايفين عمالة بشد بايدي بره، وانا بشد بايدي بره. دي طريقة الافران في عمل الفطير المشلتت اللي هما بيعملوه، يخبزوه بالزيت زي ما انتوا شايفين كده. وهقول لكم على 3 طرق بيورقوا الفطيرة او بيشلتتوا الفطير بيه. اول طريقة معانا ان هي ما حبيتهاش انا اصلا، يعني ان انا هقسم العجينة زي ما انتوا شايفين كده الى مثلثات كده زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي، وهفتحها كده وهنزل بقى بالخلطة اللي احنا عاملينها دي او السائل ده او السمنة دي عشان ادهن بيها، تمام. هنزل بقى زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين هاجي بقى الم الاطراف اللي انا فتحتها دي على بعضها وهكورها وهدهن صينية او اي حاجة موجودة عندي او بقية الرخامة، ادهنها زيت واحط عليها العجينة دي هترتاح برضو.
يعني لحد ما تخلص الكميه، تقعد 10 دقايق، تقعد ربع ساعه، بس تكوني مغطياها على قد ما تاخد. تمام. هاجي بقى اعمل معاكم واحده كمان برضو. احط زيت وهنزل بالعجينه، هفرد وابل ايديا الاتنين زيت وهبل الرخامه زيت، وانا بفرد ايدي كده بتشد لبره، وعلى قد ما تقدروا تكون الفطيره او العجينه رقيقه، على قد ما تقدروا تكون رقيقه، عشان ما تبقاش الطبقات من جوه مكلكعه ومش هتبقى حلوه، مش هتبقى احسن حاجه. فالرقيقه حلوه جدا. بصوا شوفوا، شدوا بايديكوا كده على قد ما تقدروا لحد ما الرخامه او الحاجه اللي بتخبزوا عليها تبان. تمام. ودي تاني طريقه بقى للشلتته، لشلتات الفطير او توريقه الفطيره من جوه. تمام. ده عندي فرن. الطريقه دي انا كنت شفتها في فرن وعجبتني جدا. دي كانت احسن حاجه اصلا عجبتني. تمام. المفروض ان انا كنت اقفلها صح، بس انا في دي ما قفلتهاش صح، بس عملت كام واحده تاني وقفلتها صح. تمام. هاجي امسح بقى لان كان السكر ما ضغطوش كويس، فكان عامل حبيبات على الرخامه، فكانت بتحبب في الفطير وانا بخبزه. تمام. وحطيت زيت تاني وبدات ان انا افردها بالطريقه اللي شايفينها دي، وانا بفرد ايديا الاتنين بيشدوا لبره. انا عايزه العجينه تكون رقيقه جدا على قد ما تقدري، لحد الرخامه او الحاجه اللي بتفردي عليها دي تبان. تمام. دي فردتها كويس اهو. دي بقى كانت الطريقه التالتة للشلتته برضو. هحط السمنه اللي انا عملتها، حطيت على نشا ودقيق. تمام. ودي شلتت بقى الشلتته عاديه، او شلتت بيها كده اللي احنا بنعمله العاديه، الطريقه العاديه دي برضو حلوه. وبتاعت الافران اللي انتوا شفتوها دي كويسه، لكن انا اللي هي فتحتها مثلثات دي ما كانتش لذيذه خالص، ما عجبتنيش. بعد كده هرجع افرد تاني. انا الكيلو ده او الكميه دي اللي انا عملتها دي عملت لي 6 فطيرات. هرجع افرد تاني لو انتوا شايفينها دي، وبأكد تالت لازم تكون رقيقه جدا، ما تخافوش منها. هحط بقى سمنه وهرجع تاني شلتته بالطريقه العاديه. الطريقه دي برضو يعني انا كنت معتمدها من زمان وعارفاها، بس انا كده قلتلك 3 طرق للشلتته. هتعملي بقى الكميه كلها وتسيبيها، وبعد كده ترجعي بقى تخبزي. بصي دي كانت اخر واحده، كانت الخليط اللي انا كنت عملته خلص، فحشيتها جبنه قديمه. كانت الطب، كان طعمها مش قادره اقول لكم، حاجه وهميه. انا ناويه ان شاء الله ابقى اعمل لكم فيديو بيه. بصي بقى يا ست الكل، شايفه الفطير طالع عامل ازاي؟ مفيش سمنه، مش انت ممكن تكتري سمنه زي ما انت عايزه، بس انا بالنسبه لي كانت سمنته كده حلو. طيب دلوقتي انا عملت ايه؟ لو طلعت الفطير من الطاسه او من الفرن ولقيتيه ناشف او بيفري كده او بيهري، تعملي ايه يا ست الكل؟ هتجيبي شويه زيت وترشهم عليها فوري خروجها من الفرن. رشه الزيت ديت هتطريها لك كده. بصي بس في الكل، افضل طريقه انك تخبزيها في الصينيه زي ما انا خبزت كده. انا جربت ان انا اخبزها على الرخامه وبعدين اشيلها احطها في الطاسه، ما كانتش بيطلع شكلها لطيف. فانك تفرديها في الصينيه بعد ما تخلصي كده واحده، تسيبي الصينيه تهدى شويه وتفرديها في الصينيه، ما تخافيش مش هتلسعك، متقلقيش. وتسويها على نار هاديه وتقلبيها على الوشين، يعني وش كده مش تاخد معاك 3 دقايق هنا وعلى الوش ده و3 دقايق على الوش ده بس خلصت. يعني سهله جدا، بسيطه، طعمها رائع، نفس طعم الفطير العادي بالظبط، نفس طعم الفطير العادي بالظبط. كل اللي داقه مبقاش مصدق ان ده اتعمل في نص ساعه. وانا واقفه في المطبخ طلعت لهم 6 فطيرات، هما دول 4